السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل مع بعض وصفة بصدور الدجاج. عندنا صدور الدجاج قطعناها وتبلناها، ملح، فلفل أسود، كمون، زنجبيل، بودرة ثوم، بودرة بصل، حطينا عليها بهار الليمون، وحطينا بابريكا، طيب، وحطينا بهارات السبعة، وقلبناها كلها مع بعض، وبعدين هنحطها في الدقيق وناخدها تشويحة خفيفة. بعد ما حمرنا الدجاج خلاص حطينا البصل يتشوح، حطينا شرايح الثوم اتشوحت، حطينا البهارات وتبلنا بيها الدجاج نفسها، وبعدين هنحط صلصة مكرونة وحط عليها كاتشب، وحط عليها الفلفل الحلو، حط عليها كريمة، وبعدين هننزل الدجاج وننزل الخضار حقتنا اللي هو الجزر والفلفل الرومي. شوفوا يا بنات، بعد ما حطينا الصلصة حطينا كريمة الطبخ وحطينا كاتشب وحطينا دبس رمان، شايفين لونه كده ممتاز. خلاص يغلي غلوتين هحط الخضار واحط الدجاج، واخر شيء حط له بصل اخضر، وكده يكون خلص معانا دجاجنا. شوفوا يا بنات، بعد ما حطينا الخضار شايفين ما شاء الله شكلها شهي ولونها شهي وطعمها واو، شكلها كأنها صيني بس ما هي إدام صيني، هذا إدام من اختراعي. يلا يا رب يعجبكم إن شاء الله، وجربوه، مرة سهل وسريع ويصير 5 دقائق زي ما شفتوا.